لو عندك بنت أو ولد اتغير طباعه مع الوقت وفي نفس الوقت بقى عصبي وبقى عنيد ومش بيسمع الكلام، وكمان عايزة تغيري طباعه دي وتخليه عنده ثقة في نفسه أكتر، يبقى لازم تعرفي الخطوات دي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم صحة وكمان في احسن حال. فيديو جديد النهاردة عن سلوكيات الطفل اللي اتغيرت. طفلك بقت طباعه حادة. كان هادي وكان طيب وكان بيسمع الكلام، للأسف لما بدأ يكبر شوية او حتى كمان لو هي بنوتك برضو بقت طباعها حادة شوية، بقت عصبية مسمعش الكلام، مش هادية زي الأول. كل الكلام ده هقولك ازاي تتبعي خطوات اللي تخلي طفلك سلوكياته احسن، واثق من نفسه اكتر، هادي وبيسمع الكلام. بس لازم تتبعي الخمس خطوات دي وان شاء الله هتكون نتيجتها ايجابية مع طفلك. بس اشتركي في القناة علشان هتلاقي حاجات كتير تفيدك وتفيد طفلك، وكمان تحطي لي لايك منك يا احلى مامي، ويلا نبدأ. اول خطوة وللاسف لو انت بتعمليها فهي غلط جدا، وبتكون نقطة مهمة قوي في تأثير شخصية طفلك، وبتخليه كمان مش واثق من نفسه وبيبقى عصبي اكتر قدام الناس. وهي ايه؟ انتقادك ليه. يعني لو بتنتقدي طفلك كتير ما بينك وما بينه، او بتنتقدي طفلك كتير قدام الناس حتى لو اخواته وصحابه اهله، برضو غلط. ليه؟ لان ده بيقلل جدا من ثقته في نفسه، بيخليه عنيد وعصبي اكتر. لو عالجتي النقطة دي صدقيني هتلاحظي تأثير كبير في شخصيته وثقته بنفسه، وشخصيته وعصبيته قدام الناس. طيب، يعني ايه؟ فانا فعلا بشوف امهات كتير بتبدأ ان هي تنتقد الطفل قدام اخواته، قدام خالاته، قدام صحابه. تبدأ ان هي تقول له انت مش شاطر، انت دايما بتعمل الحاجات الغلط دي، انت ما بتفهمش. هو انت ايه؟ انت ما بتسمعنيش ليه؟ انت ايه ودانك دي ما بتسمعش؟ تبدأ ان هي تقلل من شخصيته بنفسه وثقته بنفسه قدام الناس. على فكرة، انت مش مجرد كلمتين دول هو هيزعل وخلاص، لا، مع الوقت بتلاقي تغيير جذري في شخصيته. وده علشان الانتقاد اللي انت وجهته له كتير، قللتي شخصيته، قللتي ثقته في نفسه. بالعكس، حاولي تمدحيه قدام الناس. لا حبيبي ده شاطر، حبيبي ده ذكي جدا، بيسمع الكلام، ده بيساعدني كتير في البيت وبيساعدني في كل حاجة انا بطلبها منه. كل ما هتمدحيه اكتر قدام الناس، كل ما هيبقى فرحان قوي بيهم، وهيبقى بيسمع كلامك اكتر، علشان تبداي ان انت تمدحيه وتكافئيه اكتر. حتى ما بينك وما بين نفسه انتقديه بس مش كتير، ومش الانتقاد السلبي اللي تكون نتيجته سلبية على الطفل، لا. لو عمل حاجة غلط فهميه ان ده يا حبيبي غلط، بص ده هيأثر بكذا، انت ليه عملت كده؟ بص مفروض نعمل الصح كده علشان تكون بصورة احلى وبشكل احلى. فحاولي انك قبل ما تنتقدي الطفل عرضيه دايما للصح ايه قبل ما تفهميه الغلط ايه. كل ما يبقى فاهم الصح وفاهم الغلط، بعد كده هيبدأ هو يختار من نفسه الصح. تاني خطوة لو عملتيها هتأثر جدا في نفسية الطفل، وهتخليه على المدى ان هو العصبية اللي عنده هتقل كتير، بقى بيحب ان هو يتكلم معاكي ويسمع كلامك، وكمان ما بقاش يهند زي الاول. ليه؟ لان انتي حسنتي من نفسيته كتير. وهو ايه الخروج؟ الخروج عامل مؤثر جدا في نفسية الطفل وكمان في تغيير طباعه. كل ما هتخلي الطفل فرحان اكتر وبيخرج وبيتفسح، هيكون هادي اكتر، مش هيتعصب خالص، مش هيبقى يعند معاكي بس ويعصي كلامك، لا، هيبقى فرحان، هيبقى نفسيته كويسة. طيب خروج الطفل فين؟ ممكن في امهات تروح تودي الطفل مثلا في كافيه، مطعم، ياكل حاجة او يشرب حاجة وتقولك ما انا خرجته. ماشي، بس لا، الخروجة دي احنا ككبار بنفرح بيها، لكن الطفل عايزة تخرجيه خروجة تغير فعلا في نفسيته ويفرح جدا بيها. عندك حاجتين: اول حاجة للاماكن العامة، وتاني حاجة خروجات اسرية وعائلية. اول حاجة اماكن عامة زي النادي، عندك الجنينة، عندك مثلا اماكن فيها بحر، الاماكن عندك ملاهي، الاماكن اللي يقدر ان يجري فيها، يشم هواء اكتر فيها، يبص على حاجات تفرحه اكتر فيها. لكن الاماكن المغلقة ما بتفرحش وما بتغيرش من نفسية الطفل. طيب، عندك تاني حاجة الخروجات العائلية. يعني تعملوا مثلا يوم كده، يوم عائلي، تتجمعي انتي وخالاته واولاد وبنات خالاته، يبدأ ان هو يقابل اهله ويلعب معاهم ويجري، يبقى في ود ما بينه وما بين اهله. ده برضو بيخليه اجتماعي اكتر كل ما بيكبر، وفي نفس الوقت بيخليه فرحان ونفسيته كويسة. يبقى انت كده هتخرجي الطفل
من مرتين ل3 أسبوعيًا على حسب ظروفِك، لو أنتِ بتشتغلي حاولي من مرة لمرتين، مثلًا حاولي إنِّك تسيبيه عند أهلِك شوية يلعب معاهم ويقضّي معاهم يوم حلو، وبعد كده بعد الشغل ترجعي تاخديه. يبقى كل ما أنتِ هتساعدي الطفل وهو صغير نفسيته، طباعه، وثقته في نفسه إن هي تكون زايدة، كل ما هيكبر إن شاء الله هترتاحي جدًا، هتلاقي إن سلوكياته وأخلاقه جميلة جدًا ومش حادة. تالت نقطة وهي مصاحبة الأب والأم للطفل، هل هي هتغير في نفسيته؟ هتغير تغيير جذري جدا. بدل ما الطفل كل ما يكبر هيحس ان ماما وبابا بعيد عنه، مش بيصاحبينه، مش بيتكلموا معاه، هيبدأ ان هو يبقى عصبي معاكي اكتر، يعند معاكي اكتر، ويبدأ ان هو يحب يقعد اكتر مع صحابه، مع الناس اللي بتسمعه، الناس اللي بيلعب معاها، الناس اللي بيفرح معاها. علشان كده تحس ان الطفل بيبدأ يبعد عنك. طيب انت المفروض تعملي ايه؟ المفروض تصاحبي الطفل. تصاحبي الطفل مش بس تكلميه الكلام العادي اللي هو عملت ايه في الدرس، لا، تاخدي رأيه في حاجات. حبيبي اعمل ايه النهارده؟ تاكل ايه، ده ولا ده؟ بقولك ايه، نعمل ايه النهارده حلو؟ طيب انا عايزه اتفرج على حاجه، قولي بقى تعالى انا وانت نتفرج على حاجه سوا. ايه الكرتون اللي تحب نتفرج عليه انا وانت مع بعض؟ مثلا عايزه تاخدي رأيه في حاجه تلبسيها، انا مش انا محتاره، تعالى انت قولي او تعالي انت قوليلي، البس دي ولا دي احلى؟ فعلا رأيك حلو، انا هلبس دي. كل ما هتحسسي ان الطفل ليه رأي مهم في حياتك، كل ما يحس ان عنده ثقة بنفسه زيادة. ايه ده، ماما بتاخد رأيي، ماما بتتكلم معايا، ماما مصاحباني. صدقيني الشعور ده جواهم هيخليهم عندهم ثقة عالية جدا في نفسهم، بالذات لما يكبروا. كل ما يكون في حاجة هم عايزين ياخدوا رأي حد فيها، مش هياخدوا حد رأي بره. ودي نقطة اللي بنخاف منها لما أطفالنا يكبروا، إن لا قدر الله الطفل يبقى كبير في المدرسة وفي سن مراهقة، تبدأ إن هي تسمع كلام من صاحبتها وتبدأ إن هي تنفذه علشان دي صاحبتها اللي بتحب تاخد رأيها، مش أمها اللي بتحب ترجع ليها وتحب تاخد رأيها. علشان كده خليكي من صغرهم مصاحباهم انتي وباباهم، علشان في سن المراهقة وفي سن لما يكبروا تبقى انتوا برضو صحابهم اللي بيحبوهم واللي بيحبوا يتكلموا معاهم وياخدوا رأيهم. طيب، رابع نقطة بقى هي بكاء الطفل. والنقطة دي بشوفها مع الولاد كتير، ومعلش النقطة دي صعبة جدا ووحشة جدا. هي ان الطفل لسه صغير بيعيط، انت بتعيط ليه؟ انت كبير، الكبار ما بيعيطوش. او انت بتعيط ليه؟ الولاد ما بتعيطش، الراجل ما يعيطش، انت كده مش راجل، انت كده صغير، طفل صغير ما بيفهمش. لا يا جماعة، ده اولا انتقاد سلبي قدام الناس. تاني حاجة انت كده قللتي وكتمتي شعوره. لا، الطفل عمل حاجة غلط فانت وجهتيله ان ده غلط، فهو زعل وبدأ يعيط، سيبيه يعيط، سيبيه يحس بشعوره. هو مثلا وقع اتخبط، فالخبطة دي موجوع منها فبدأ يعيط، انتي عايزاه يبقى كويس وعايزه تطمني عليه، بس ما تقولوش ما تعيطش، لا سيبيه يعيط، سيبيه يحس بشعوره، حتى لو قدام الناس. وبالعكس انت لو لقيتي حد بينتقد طفلك على جنب كده، تبداي انك تقولي له لو سمحت لا، انا شايفه ان الطفل ما عملش حاجه غلط، الطفل يعيط براحته لان ده شعوره وهو بيعبر عنه، ما ينفعش ان احنا نقول له لا انت كده مش راجل، او ان انت بتعيط ليه، ما تعيطش، الكبار ما بيعيطوش. لا، تمنعي اي انتقاد سلبي للطفل يأثر على نفسيته وتخليه طباعه حتى. خامس نقطة ومهمة قوي ان تغير في ثقة طفلك بنفسه وكمان في نفسيته، هي طلب المهام. اطلبي مهام من طفلك ان هو يقدر يعملها، يعني اطلبي مهام على حسب سنه. طفلك عنده 5 سنين يقدر يعمل حاجة، طفلك عنده 10 سنين برضو يقدر يعمل حاجات، بس هنا بنختلف على حسب العمر. اكيد اللي عمره صغير بيعمل حاجات تناسب سنه، واللي عمره اكبر هيقدر يعمل حاجات اكتر. علشان انتي كده كأم عايزة تساعد طفلها ان ثقته بنفسه تكون زيادة، وفي نفس الوقت طباعه تبقى كويسة. حاولي تفكري، انا طفلي عنده مثلا 4 سنين، يقدر يعمل ايه، هو شاطر في ايه، ابدأي نمي الحاجة دي، اطلبي منه مهام فيها. كل ما هيبدأ ان هو يعمل حاجات وتكون صح هيفرح قوي، هيحس ان هو قد ايه شاطر، ويبقى فخور ان انا شاطر انا عملتها. وانتي كافئي الطفل كل ما يعمل حاجة انتي طلبتيها منه وعملها، ابدأي ان انتي كافئيه، انت شاطر قوي، انت دايما بتعملي الحاجات اللي انا بطلبها منك، انت قد ايه حلو، انا بحبك جدا. ممكن تكافئيه بحاجة رمزية تجيبيها له هو بيحبها، او حاجة بيحبها مثلا ياكلها اعمليها له. صدقوني المكافآت بتبقى بتأثر جدا في نفسية الطفل، هيبقى هو بيحس دايما بثقته في نفسه، قد ايه انا شاطر، قد ايه انا بعمل حاجات كتير حلوة.
ماما قد إيه بتفتخر بيّا، بتقول لي دايمًا إني أنا باعمل الحاجات اللي هي بتطلبها منّي والحاجات اللي أنا بابقى عايزة أساعدها فيها. هتلاقيه كل ما بيكبر عايز ييجي يساعدِك من نَفْسه. ماما أنا هاعمل كده، لأ سيبيني أساعدِك، تحتاجي منّي إيه أنا أعمله لِك. خلاص أنتِ كوّنتِ جوّاه ثقة إن هو قادر على حاجة زي كده، قادر إن هو يساعدِك، قادر يكون سَنَد ليكِ. تمام؟ يبقى إحنا هنطلب المهام اللي تناسب السن وهنكافئ الطفل. طيب لو أنا طلبت منه مهام وهو عملها بشكل غلط، ما عملهاش صح، ابدأي إن أنتِ علميه أكتر من مرة، لا يا حبيبي بتتعمل كده، طب بص لو عملناها كده بتطلع النتيجة إيه، بتطلع حلوة إزاي، يبقى أنا عايزاك كل مرة تعملها كده، وتبدأي إن أنتِ تعلميه أكتر من مرة. طيب ينفع إن أنا أصرخ عليه لو أنا طلبت منه حاجة وهو للأسف عملها غلط؟ صدقيني إنك لو صرختي عليه وزعقتي له هيتأثر نفسيا، وهيبقى مع الوقت مش عايز يسمع كلامك. وهو أنا ماما هتطلبها مني وأنا أعملها غلط فهي هتزعق لي فأنا مش هعملها. تمام؟ فأنت لأ، حاولي تعلمي الطفل إزاي هو يحب يساعدك، إن هو يحب يتكلم معاكي، إن هو يحب يكون دعم ليكي. إحنا اللي بنبني الحاجة دي جوه الطفل من تعاملنا وشخصيتنا معاهم. احنا احيانا كتير بنبقى بنزعق مع اطفالنا من كتر الضغط اللي جوانا، بنبقى عايزين نخلص حاجات كتير ومسؤوليات كتير. بس راجعي نفسك كده هتلاحظي انك انتي لو طلعتي كل العصبية اللي عندك، او ما اديتيش وقت لطفلك بان انتي تزوديله مهاراته وثقته في نفسه، كل ده هيأثر عليه لما يكبر. هتلاقيه شخص مش عايز يقعد معاكي اكتر، مش بيحب يتكلم معاكي، بيعند، الثقة عنده في نفسه مش عالية خالص. تقولي له مثلا اعمل كذا يقولك لا مش هعرف اعمل، لا هتطلع غلط. كل ده احنا بنبنيه في الطفل وهو صغير. يبقى الخمس عادات دول ان شاء الله هيغيروا جدا في شخصية طفلك. اول حاجة ما تنتقديش الطفل كتير وما تنتقدهوش قدام حد. تاني حاجة حاولي تخرجي الطفل في اماكن عامة وفي خروجات اسرية. تالت نقطة تصاحبي الطفل انتي والاب، انتوا الاتنين ليكوا دور متساوي. ما ينفعش تقولي انا بس اللي هصاحب الاطفال، لا الاب كمان ليه دور كبير قوي. رابع نقطة ان انتي ما تطلبيش من الطفل في شعوره بان هو عايز يعيط من حاجة وجعته، حاجة عملها غلط وزعلان وبيعيط، ما تطلبيش منه ان هو يوقف عياط. خامس نقطة انك تطلبي من الطفل مهام تناسب عمره علشان ثقته في نفسه تزيد. يا رب يكون فيديو افادكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش تشتركوا في القناة وكمان تحطوا لي لايك منكم يا احلى امهات. شكرا لكم وشكرا للمتابعة، باي باي.